فلان اتقبض عليه وهو بيتاجر بالمخدرات والضابط كان معاه اذن وهو بيقبض عليه، بس بعد كده خد براءة. ايه ده؟ يعني ما كانش بيتاجر؟ لا كان بيتاجر عادي. الله، امال خد براءة ازاي؟ اقول لك خد براءة ازاي. اولا القضايا اللي زي ديت من النوعية دي بيبقى لها شقين، شق اجرائي وشق موضوعي. الشق الاجرائي اللي هو المتمثل في اجراءات القبض او الضبط او التفتيش ايا كان. الاجراء الموضوعي اللي هو موضوع القضية نفسها. اول حاجه بينظر فيها قاضي الجنايات هو الشق الاجرائي، الشكل سليم، الاجراء سليم ولا لا. لو الاجراء سليم بينتقل بعد كده للشق التاني اللي هو الشق الموضوعي. الاجراء غير سليم بنسبه 90% بيدي براءه قبل ما يخش في الشق الموضوعي وممكن ما يتعرض لهوش. طيب عشان نتكلم بقى في الشق الاجرائي، ايه هو الشق الاجرائي؟ الشق الاجرائي ده بيبقى ليه عده عناصر، انا هتناول منه في الفيديو ده عنصر الاول او اول عنصر فيه، وهو عنصر التحريات او محضر التحريات. ودوت لانه اول ورقه بتتكتب في المحضر ده كله. هل المحضر ده بيتكتب وخلاص؟ لا، ده ليه شروط، ولو ما توفرتش الشروط دوت يبطل بعد كده كل اللي حصل مع معظم القضاه، مش كلهم يعني. طب ايه هي شروط صحه محضر التحريات؟ اول حاجه تعيين اسم المتهم تعيينا دقيقا، يعني يتكتب اسمه بالكامل، رقم بطاقته، مهنته، محل اقامته، بياناته كلها تتكتب في محضر التحري. تاني حاجة لازم تبين الجريمة اللي هي هيطلع لها إذن، يعني تقول إن الشخص ده اللي أنت كتبت بياناته بيتاجر في المخدرات مثلا ومتخذ من منزله للترويج أو عربيته أيا كان، أو بياخد رشوة أو بيزور، تبين الجريمة نفسها. تالت حاجة تبين لنا الصلة ما بين المتهم اللي أنت اتحريت عنه ده وما بين الجريمة، دوره إيه؟ هل هو بيتاجر؟ هل هو بيشتري؟ هل هو لو في قضية مثلا رشوة بيدي رشوة؟ هل هو بياخد رشوة؟ يبقى انت لازم تبين الصلة ما بينه وما بين الجريمة. رابع حاجة بقى، لازم الضابط اللي يعمل التحري يكتب اسمه ووظيفته في محضر التحري. خامس حاجة لازم تكتب ما يفيد ان انت واثق في التحريات اللي انت اجريتها والمراقبة. سادس حاجة تكتب لي بقى وقت اللي هو تاريخ وساعة كتابة محضر التحري. تقول اتحريت مثلا في يوم، في 2، في 10، اكتب اللي انت عايزه. عايز تقول انا راقبت لمدة شهر، اكتب اللي انت عايزه، بس لازم تحدد التاريخ وتحدد الساعة كمان. ودوت لو انت الضابط كتب الاجراءات دي صحيحة يبقى انت بتتكلم في محضر تحري صحيح، وهننتقل في الفيديو القادم للاجراء اللي بعد كده.